هاتي 2 من البطاطس، واحدة بيضة، وتعالي هنعمل احلى فطار واسرع فطار ممكن تتخيليه. هتبداي ان انت تركني البضايه، وهتقشري البطاطستين زي ما انت شايفه كده، ماشي، وهقشرهم وارجع لكم في ثانيه. بس اهم حاجه اوعوا تروحوا في حته، واهم حاجه ان انتوا تحطوا لنا لايك حلو، وتصلوا على النبي في التعليقات، وتقولوا رايكم في الوصفه، وباذن الله تكون احلى وصفه. بصوا من جمالها قسما بالله هتحبوها، وهتعملوها كل يوم على الفطار. هقشرهم وارجع لكم تاني. كده خلاص قشرتهم. هجيب بولة فيها شوية من المية، وهنبتدي ان احنا نقطع البطاطس بتاعتنا صوابع. صوابع زي ما سمعتوا كده، هنقطعها صوابع. الوصفة بتاعتنا النهاردة هنقطع البطاطس صوابع. بسم الله ما شاء الله. هتخلي ايدك سريعة بالشكل ده، واهم حاجة تقولي الله اكبر في التعليقات، وتصلي على حبيبك المصطفى. امانة امانة بالله عليكم تصلوا على الحبيب المصطفى في التعليقات، ماشي. زي ما انتم شايفين كده هنخرطهم كلهم بصوابع زي ما انتم شايفين كده. وبكده نكون خلصنا البطاطس خالص. هنبتدي ان احنا نغسلهم كويس، وتعالوا ننزل على النار. اول حاجه هتحطي زيت كتير في الطاسه زي ما انت شايفه كده. اول ما الزيت يسخن معاكي او يقدح معاكي، هتروحي نازله بالبطاطس كلها، يعني بالاتنين بطاطس هتنزلي بيهم في الزيت مره واحده، ماشي. هنبتدي ان احنا نسيبهم على النار لمده 5 دقايق. وبعد كده هتبتدي ان انت تطلعيها، ما تتحمرش معاكي. خدي بالك من الحته دي، ما تتحمرش معاكي. هتطلعيها كلها اول بس ما تنزليها الطاسه، هتسيبيها لمده 5 دقايق، وتكون النار واطيه ما تكونش عاليه كمان، ماشي. كده خلصنا البطاطس. هنبتدي ان احنا نركنها. هنجيب معانا معلقه، معلش، كوبايه من الدقيق. هنزل عليهم بمعلقه من النشا، ماشي. وهروح نازله برشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، وهجيب البضايه الواحده اللي انا قلت لكم عليها، وهروح نازله بيها على المكونات اللي احنا حطيناها دي، ماشي. هبتدي اجيب معايا كوبايه من الميه، هنزل بيها على الدقيق، وهبتدي في التقليب بالشكل ده. اهم حاجه ان ما تكونش مكلكعه معاكي، وعايزه للتاكيد كمان بتروحي مصفياها. بس انا بفضل اضربها كذا مره كده بايديا، يعني افضل اقلبها كتير لحد ما تبقى معايا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، ماشي. هبتدي بقى اروح على النار تاني بنفس الزيت، ماشي، ما تغيريش ولا حاجه، بنفس الزيت. هتنزلي كده بكذا واحده. هتبتدي ان انت تنزلي اول ما الزيت تلاقيه سخن معاكي، هتروحي نازله بيه. بصي هتعمل معاكي بالشكل ده، ما تخافيش من اي حاجه، كل حاجه هناكلها قسما بالله. ما هنسيب حاجه حتى في الزيت، الفطفوطه مش هنسيبها في الزيت. هتنزلي واحده واحده، لو مش عايزاهم يكونوا متماسكين في بعض. بس اهم حاجه ان انت تخلي بالك كويس جدا جدا من الزيت. وبكده بعد ما عدى عليها دقيقة واحدة بس هتلاقيها بتاخد اللون الذهبي. انا عايزاها اللون الذهبي بس. تبتدي ان انت تقلبيها واحدة واحدة، ماشي. ما تخافيش منها ولا اي حاجة. هي كده معاكي عظمة، هي كده معاكي الوصفة ناجحة، وحاجة كده عظمة قسما بالله. هي البطاطس دي يا جماعة بتاعت المطاعم، والله دي بطاطس المطاعم، ماشي. بس هما بيكونوا مزودين البيض شوية، ماشي، وبيكونوا حاطين فيها خضرة. احنا بقى ولا حطينا خضرة ولا اي حاجة علشان خاطر الاطفال ياكلوها، ماشي، وما تكونش عجين. هبتدي كده اشيل حتى اللي في الطاسة ده. اوعي ترميه، خليكي ست مدبرة. ده هتخليه برضو هتقرمشيه كده، انت هتشوفوه في اخر الفيديو، ماشي. هبتدي انزل بالكمية الفاضلة، ماشي. انا ببتدي انزل بواحدة واحدة كده علشان خاطر بيمسكوا في بعض، ما بتعرفيش تفككيهم تاني، ماشي. هبتدي انزل بالكمية كلها وارجع لكم تاني. كده بعد ما رجعت لكم تاني خلاص اخدت اللون الذهبي اهو. هبتدي بقى ان انا اطلعها على طول، ما تسيبهاش اكتر من كده. هي كده خلاص معاكي استوت وبقت فله، والله العظيم بقت فله. انا هوريكم يا جماعه قرمشه قسما بالله وطعم جنان يا جماعه. خلاص دي بقت ادمان ان انا اعملها كل يوم الصبح. دي ادمان والله العظيم ادمان. زي ما انتم شايفين ما بتتشربش زيت نهائي. هو نفس الزيت اللي انا حطيته في اول فيديو، هو الزيت اللي هيفضل معايا لاخر الفيديو خالص، ماشي. هبتدي انزل بقى يعني كان فاضي حبه صغننين فنزلت بيهم. واول ما تاخد لون ذهبي كده ببتدي ان انا اطلعها، واطلع حتى الفتافيت الصغنطوطه دي كمان، عشان دي كمان بتتاكل على فكره بتترميش، ماشي. وبكده خلصت الفيديو. اسيبكم بقى مع القرمشه. ده بعد ما اتعملت كلها اهي زي ما انتم شايفين مستوية من جوه وتقرمش قرمشه.
طعمها جميل جدا يا جماعة. خدي واحدة جميلة دي. ماشي اهي. قسما بالله طعمها جامد ما شاء الله. الطبق ده كله متعمل من 2 من البطاطس، 2 من البطاطس. هتعجب اطفالكم جدا جدا جدا. طعمها تحفة، طعمها تحفة. قرمشة مفيش من بعد كده، وطعم تحفة جدا. وبكده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. اهم حاجه متنسوش تعليق تقولوا رايكم في الوصفه، وتحطوا لنا لايك صغير، واشوفكم في امان الله. مع السلامه.